السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعلا من التطبيقات في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية وتطبيقات الفيك وكمان تطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه باي سيري سوبر اب. التطبيق ده مساحته 82 ميجا وحملوه اكتر من مليون شخص. التطبيق ده تطبيق مشابه للتطبيقات البنكية، بس بتقدر من خلال التطبيق ده بتعمل عليه ايه؟ بتقدر تحول من عليه فلوس لأي شخص. بتقدر ان انت تشتري من عليه الذهب الاستثماري، اللي هو الذهب اللي هو بتشيله على التطبيق. يعني انت بتشتري مثلا سبيكة 5 جرام 10 جرام 20 جرام على حسب الوزن اللي انت عايزه، تقدر تشيلها على التطبيق. تقدر تتعامل مع التطبيق كمان في العملات الرقمية المشفرة، ان انت تشتري وان انت تحتفظ بالعملات الرقمية المشفرة على التطبيق. تقدر ان انت تعرف اسعار العملات، تقدر تحول فلوس لاي شخص سواء داخل البلد اللي انت فيها او خارج البلد اللي انت فيها. هو التطبيق ده تطبيق موجود في اوروبا. بيقدر يعرفك اسعار العملات، بيقدر يخليك تحول لاي دولة حول العالم باسعار صرف مميزة يعني. كمان بتقدر من خلال التطبيق ده انت تحصل على فيزا كارت تتعامل بيها من خلال الدفع الالكتروني. كمان تقدر تدفع الفواتير وتقدر تدفع للجمعيات الخيرية والتبرعات. وكمان التطبيق بيقدر تستخدمه باللون الداكن اللي هو اللون الاسود او اللون الفاتح على حسب ما انت عايز. كل دي حاجات بتقدر تستخدمها وتقدر تستفيد بيها من خلال التطبيق ده. ده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق. من مميزات كمان التطبيق ان التطبيق موجود عليه اكتر من لغة، يعني مش هتقدر ان انت تكون تكون بتتعامل بلغة واحدة، لا موجود عليه لغات كتيرة على التطبيق. ده الغرض وده فايدة التطبيق والعيوب والمميزات. لو عجبك شرح التطبيق ياريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين ياريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزة وعيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبة لو اكتشفت ميزة وعيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بالنوع عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو حمل التطبيق ولاقي حاجة مختلفة يكتبها في التعليقات، واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعت الناس سواء الإيجابية أو السلبية. الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقوله عشان بعض الناس لما بتخش تشوف الفيديو وتحمل التطبيق وتلاقي فيه حاجة مختلفة تقولك انتوا ليه مش قايلين كل حاجة سواء الإيجابية أو السلبية. ده ببساطة عشان اللي احنا مش حاطين تطبيقات بينزل لها تحديثات مستمرة، يعني ممكن كل يومين كل أسبوع كل شهر ينزل التطبيق تحديث يغير من المعالم كلها. عشان كده دايما بنأكد وبننوه على ان لو حد لقى حاجة مختلفة يكتبها في التعليقات. اما لو انت دخلت على القناه ولقيت فيديو موجود على القناه بقاله فتره طويله وخايف ان انت تحمل التطبيق علشان الفيديو موجود بقاله فتره طويله يكون في حاجه مختلفه، انت ممكن تكتب لي في تعليقات الفيديو او ترسلني على الفيس او على ماسنجر على الاكونت باسمه راجع برامج، وانا هنزل لك شرح مفصل ومبسط للتطبيق ومميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشارك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجه عن التطبيق. وشكرا، سلام عليكم.